الاتحاد والجهاز الفني. هي افريقيا 23-24 اخفاق كبير جدا للشعب المصري، زعلان جدا من النتائج اللي حصلت. اول مره ياخد فينا 7 أهداف، واول مره نخرج بهذا الشكل، ودخلنا مركز ثاني وخرجنا دفاع ضعيف. اذا كنا هنشيل نقول الاخطاء، الكل يتحمل الاخطاء. التعاقد مع فيتوريا برضه خطا كبير جدا، كتابه العقد خطا، ده بالنسبه للحاجات الاداريه. بعدين بالنسبه للناحيه الفنيه، اختيارات برضه، في اختيارات اللاعبين تقصد حضرتك؟ بعض اللاعبين اختيارات مش في محلها، اضافه للتشكيل اللي كان بيلعب بيه. تشكيل هو خايف يلعب بتشكيل ما عندوش صانع لعب في نص الملعب، ما فيش صانع لعب اصلا موجود. خط الظهر ضعيف جدا، حجازي كان مصاب ورجع، وعبد المنعم، ومره يلعب محمد هاني، ومره الناحيه الشمال يلعب فتوح، وبيلعب محمد حمدي، وخلى محمد صلاح صانع العاب. عمل حمل كبير على محمد صلاح انه يبقى صانع العاب. احنا المفروض يبقى في صانع العاب في المنتخب المصري، لان انت المنتخب مش زي الانديه. المنتخب بياخد صفوه اللعيبه سواء المحترفين او المصريين، قدامه صفحه كبيره جدا من المنتخب، من اللاعبين، سواء قسم اول قسم ثاني، هو له الحق. انما المدرب الاجنبي اول حاجه بيفكر فيها اللعيبه الاجانب. اول حاجه ما عندوش مشكله انه مين محترف خارج الارض بيجيب المحترف ايا كان مستواه، وبيجي يقعد. يعني مرموش جه قعد، مع انه كان من افضل اللعيبه اللي انا شفتها في البطوله، اضافه لاصابه محمد صلاح اللي هي كانت بدري. ومحمد صلاح وجوده ورمز كبير جدا للكره المصريه. يعني احنا كابتن كان في انتقادات كبيره جدا لمحمد صلاح من بعض البرامج، وتحمل شبه المسؤوليه. وعايز اقول ان اتحاد الكوره صدر محمد صلاح للاعلان. بالظبط، كلامك مظبوط. وقالوا ان مفيش اصابه. لا، النهارده الارسنال فاز على ليفربول، ومحمد صلاح ما بيلعبش، والمباراه اللي فاتت ما بيلعبش. دليل ان هو عنده شد في الاوتار الخلفيه. ودي اللعيب اللي زي ده لعيب كبير جدا، علاجه السريع لصالح ناديه وصالح المنتخب. شايف يا كابتن الافضل القرار